السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هقول لكم ازاي اي مدينه بروحها في تركيا بقعد فيها بنص دولار فقط، وكمان هاخدكم معايا جوله في السكن اللي هنقعد فيه ده، وهو السكن الطلابي الحكومي. طبعا في مرحله الصيف وهي مرحله الاجازه يحق لاي طالب مقيد في الجامعات التركيه ان هو يقعد في السكن الطلابي الحكومي ده لو هو عنده ستاج او عنده دوام صيفي اللي هو دراسه صيفيه او عنده امتحان. لكن لو ما عنديش اي حاجه من دول وعايز اقعد في السكن الطلابي الحكومي ده، هل اقدر اقعد؟ اكيد طبعا تقدر تقعد، ودي الطريقه اللي انا قعدت بيها. وتعالوا نشوف السكن ده عامل ازاي. طيب انا جيت السكن هنا، واول حاجه عملتها مباشره رحت للاداره، كلمتهم وقلت لهم ان انا طالب في جامعه بلاجيك وجيت المدينه هنا وما عنديش سكن وعايز اقعد عندكم لمده يوم واحد. خد مني الكملك وسجلني خلاص لمده يوم، لكن الافضل انكم تكلموهم قبل ما تيجوا السكن اصلا من البدايه. بعد ما خلصت التسجيل بتاع اليوم ده ودفعت 17 ليره اللي هي نص دولار، رحت على طول غرفة النفرسيم اللي هي المفرش وكمان الحاجة بتاعت السرير خدتها. وبعدين جيت الأوضة بتاعتي، ودي عندي كده الأوضة بتاعتنا. عندنا هنا لكل واحد دولاب طبعا، وعندنا هنا مكان المذاكرة، وهنا الحمام، وجنبه على طول مباشرة الشاور هنا. وهنا طبعا أنا بتشيك الفورمة بعد انقطاع 8 شهور. هنا طبعا الأوضة اللي بننام فيها 4 سراير وفيها تلاجة لكل واحد سرير وكوميدينو. وده كان السكن الطلابي الحكومي هنا في تركيا. ما تنسوش المتابعة واللايك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.